توماس أديسون هو عدو النوم ومخترع المصباح الكهربائي، وكمان أديسون اخترع التلغراف، الآلة الكاتبة للبورصة العالمية، أول مصباح إضاءة كهربائي متوهج عمليا، بطاريات تخزين الطاقة القلوية، كاميرا للصور المتحركة. ولد المخترع توماس أديسون في 11 فبراير سنة 1847 في ميلانو. كان توماس أديسون الطفل الأصغر من بين 7 أطفال. كان والده ناشطا سياسيا منفيا في كندا، في حين كانت والدته معلمة مدرسة ناجحة، وكان لها تأثير كبير في السنين الأولى من حياة توماس أديسون. ما لا تعرفه عن توماس أديسون؟ توماس أديسون أصيب بحمى قرمزية في الصغر، وكذلك عدوى الأذن التي جعلته يعاني من صعوبات في السمع في كلتا أذنيه في طفولته، حتى أصيب بالصم التام تقريبا. حينما أصبح ذكرا بالغا كان أديسون قد ذكر فيما بعد مع اختلافات في الرواية فقد سمعه بسبب حادث قطار أصيبت فيه أذناه، لكن هناك آخرون يميلون إلى التقليل من شأن هذه الحادثة باعتبارها السبب الوحيد لفقدان السمع. عانى توماس أديسون في طفولته من فرط الحركة وفقدان التركيز، لذلك اعتبره معلمه بصعب التعلم. كان يصعب التعليم لأديسون. سحبته والدته بسرعة من المدرسة وعلمته في منزلها. في سن 11 أظهر شهية للمعرفة والقراءة للكتب المتخصصة بمجموعة متنوعة من المواضيع، وخلال هذه المناهج المفتوحة على نطاق واسع طور أديسون مهارة التعلم الذاتي والتعلم بشكل مستقل، الأمر الذي خدمه طول حياته. كان الجميع في صغره يظن أنه ليس يتعلم أبدا ولا يجد التعليم. من خلال هذه المناهج المفتوحة في سن 12 أقنع أديسون والديه بالسماح له ببيع الصحف إلى الركاب على طول خط السكة الحديد الكبرى الرئيسية. استغل توماس الأمر للوصول إلى النشرات الإخبارية من مكتب المحطة كل يوم، وبدأ في نشر جريدته الصغيرة الخاصة به. أحدثت المقالات المتجددة رواجا بين الركاب، كما واعتبر أديسون هذا كبداية سلسلة طويلة من المشاريع التجارية، إذ أنه لاحظ احتياجات الآخرين واستمر في الفرص. كذلك استخدم أديسون وصوله إلى السكة الحديدية لإجراء التجارب الكيميائية في مختبر صغير أقامه في عربة أمتعة. خلال واحدة من تجارب أديسون بدأ حريق كيماوي واشتعلت النيران في العربة. هرع مهندس القطار بسرعة، ومن ثم ارتطم رأس توماس أديسون، ما عزز من ضعف السمع عنده. طرد من القطار وأجبر على بيع صحفه في محطات مختلفة على طول الطريق. وفي عمر 15 سنة تعلم بما يكفي ليعمل كمشغل للتلغراف. على مدى السنوات ال5 التالية سافر أديسون في جميع أنحاء العرب الأوسط كعامل تلغراف متجول، بديلا عن أولئك الذين استعملوا كجنود في الحرب الأهلية. في وقت فراغه قرأ على نطاق واسع، درس وجرب تقنية التلغراف، وأصبح على دراية بالعلوم الكهربائية.
طور أديسون أسلوبا للتفكير والبحث بحرية وإثبات الأشياء لنفسه من خلال الفحص الموضوعي والتجريب. في البداية برع أديسون في عمله في التلغراف، حيث كتبت شفرة مورس المبكرة على قطعة من الورق، لذلك لم يكن الصمم الجزئي عائقا لأديسون. رغم ذلك ومع تقدم التكنولوجيا أصبحت أجهزة الاستقبال مجهزة تدريجيا بمفتاح صوتي، الأمر الذي مكن أجهزة التلغراف من قراءة الرسالة من خلال صوت النقرات. هذا ما أدى لكون أديسون عديم الفائدة مع فرص أقل وأقل للعمل. وفي عام 1868 عاد أديسون إلى منزله ليجد أمه الحبيبة تعاني من مرض عقلي، بينما والده عاطل عن العمل. كانت العائلة معدمة تقريبا. أدرك وقتها أديسون أنه بحاجة إلى السيطرة على مستقبله، وبفضل اقتراح من صديق غامر بالسفر ليجد لنفسه وظيفة في شركة ويسترن يونيون، وفي ذلك الوقت كانت مركزا للعلم والثقافة في أمريكا وهي بوسطن، وكان أديسون مقيما بها. في وقت فراغه قام بتصميم وتسجيل براءة اختراع لمسجل التصويت الإلكتروني، وبهدف تسجيل الأصوات بسرعة في الهيئة التشريعية. ومع ذلك لم يكن المشرعون من ولاية مهتمين كما أوضحوا، فإن معظم المشرعين لم يجدوا فائدة من سرعة التصويت. احتاج الأمر إلى وقت لتغيير ثقافة المشرعين. وفي عام 1869 بلغ أديسون من العمر 22 عاما. انتقل إلى مدينة نيويورك وقام بتطوير أول اختراع له، وهو شريط أسهم محسن يسمى طابعة الأسهم العالمية، والتي قامت بمزامنة العديد من المعاملات في شركات الأسهم. وأعجبت شركة غولد أند ستوك تيليغراف بهذا الاختراع، ودفعت لأديسون 40,000 دولار مقابل الحصول على حقوقه. بعد هذا النجاح استقال أديسون من عمله كخبير تلغراف ليفرغ بكامل وقته للاختراع والابتكار. بحلول أوائل سبعينات القرن التاسع عشر عرف توماس أديسون كمخترع من الدرجة الأولى، وانهالت النجاحات. في عام 1870 أسس أول مختبر صغير ومصنع، وقام بتوظيف العديد من فنيين الميكانيكا بصفته مقاولا مستقلا. شكل أديسون العديد من الشركات وقام بتطوير منتجات بأعلى سعر. ما لا تعرفه أيضا أن غالبا ما كانت شركة ويسترن يونيون للتلغراف الشركة الرائدة التي استفادت من الاختراعات، لكنه يحدث في بعض الأحيان أن تستفيد واحدة من منافسيها. لم يكن توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي الأول، إلا أنه توصل إلى التكنولوجيا التي ساعدت على نشره بين الجماهير. استطاع أديسون إنتاج لمبة إضاءة متوهجة عملية وفعالة من الناحية التجارية، بعد أن قام المخترع الإنجليزي هنري ديفي باختراع المصباح الكهربائي الأول. خلال العقود التي تلت اختراع ديفي الأول تعاقب علماء مثل وارين وجوزيف ويلسون وهنري وماسيو على تحسين مصابيح أو أنابيب كهربائية باستخدام الفارغ، لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل. في يناير 1880 بدأ أديسون بتطوير شركة تقوم بتوصيل الطاقة الكهربائية وإضاءة مدن العالم. وفي نفس العام
أسست شركة أديسون للإضاءة، أول شركة كهربائية مملوكة للمستثمر، والتي أصبحت فيما بعد شركة جنرال إلكتريك. في عام 1881 غادر أديسون ميلانو لإنشاء البنية التحتية في العديد من المدن كي يتم تركيب الأنظمة الكهربائية. في عام 1882 قدمت محطة توليد بيرل ستريت 110 فولت من الطاقة الكهربائية إلى 59 عميلا. وعلى مدى العقود القليلة التالية تحول أديسون من مخترع إلى أحد وأكبر مديري الصناعة والأعمال. لقد وجد أديسون أن الكثير من التطور المستقبلي والكمال لابتكاراته يحدث عن طريق علماء الرياضيات والعلماء المدربين من الجامعة. وما لا تعرفه عن أديسون أيضا أنه عمل أديسون في العديد من المشاريع، بما في ذلك أجهزة الكشف عن الغواصات وتقنيات الكشف عن المدافع. وبعد اختراعات وحماس ونجاح تلو نجاح، توفى توماس أديسون بسبب مضاعفات مرض السكري في 18 أكتوبر 1931 في منزله. وعلى الرغم من أنه كان شخصية عامة ومشهورة جدا، إلا أنه لم يكن اجتماعيا، وغالبا ما أهمل عائلته. حينما توفى أديسون كان واحدا من أكثر الأمريكيين شهرة واحتراما في العالم. ولا ننسى أبدا تحفيز الذات، لأنه لقد كان في طليعته الثورة التكنولوجية الأولى في أمريكا، وأفسح المجال لعلم الكهرباء الحديثة. يقول أديسون قبل مماته وبعد نجاحه أن أمي هي التي علمتني، لأنها كانت تثق فيه، أشعرتني أنني أهم شخص في الوجود، فأصبح وجودي ضروريا من أجلها، وعاهدت نفسي أن لا أخذلها. ونستفيد أن أديسون ليس الطفل البليد، ولا يوجد في العالم طفل بليد أو طفل لا ينجح، بل نجاح أديسون كان أديسون يرى أن أصعب الأفكار وأهمها تصل لنقطة تبدو فيها مستحيلة التحقيق، وهنا يجبن الكثيرون، لكن في هذه الأوقات بالذات عليك أن تتحلى بالشجاعة. الناجح لا يتوقف ويتراجع حين تشتد الأمور. عليك ألا تفقد الإصرار والعزيمة، وتذكر أن أحلك الأوقات تلك التي تسبق الفجر. ومن أشهر أقوال واقتباسات أديسون عن النجاح يقول: أنا لم أفعل أي شيء عن طريق الصدفة، ولا من اختراعاتي جاءت عن طريق الصدفة، بل جاءت عن طريق العمل. كثير من إخفاقات الحياة هي لإناس يدركوا كم كانوا قريبين من بلوغ النجاح. ويقول أديسون أيضا: أنا لم أفشل، بل وجدت 10,000 طريقة لا يمكن للمصباح الكهربي العمل بها. ويقول: ثروتك هي ما أنت عليه لا ما تملكه، وأنا فخور لكوني لم أخترع أسلحة للقتل. وظيفة الجسد الرئيسية هي حمل الدماغ. الأهم من أن تتقدم بسرعة هو أن تتقدم في الاتجاه الصحيح. ويقول أديسون: وإننا فعلنا ما نحن قادرين على فعله